السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نحضر هاد الغريبة ديال السميدة والكوك، وقلت علاش لا ما نشاركها مع الحباب يحضروها حتى هما بمناسبة العيد. عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله، تعيدوا وتعاودوا بالصحيحة والسلامة يا ربي. راه اي وحده بامكانها تحضر هاد الغريبه، كتجي مشقه وسهله في التحضير، وديريها في فمك كدوب في الفم ولذيذه واحد اللذه. يا سلام، كنزيدو فيها واحد المكون كيعطيها واحد النكهه واحد اللذه. يا سلام، وندوزو على بركه الله. شوفوا المقادير، كيفيه التحضير، فرجه ممتعه. غنحتاجو هنا 4 اصفار البيض، الاصفر بوحدو، وغنحتاجو 2 ديال البيضات بالصفر والبيض، 2 بيضات كاملين، و4 اصفار البيض فقط. كتجي لذيذه وهشيشه كدوب في الفم البنات. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتاكلوها بالصحه والسلامه. بعد ما درنا 4 اصفار البيض ودرنا 2 بيضات كاملين، غنضيفو عليهم كاس وربع ديال السنيده، قل من نص كاس وقل من وكثر من ربع شويه، قريب قل من نص كاس، المهم كاس وربع بحال هكاك. واللي ما كيبغيش الحلاوه يمكن لك ديري كاس واحد فقط. انا درت كاس وقريب للنص كاس فيت وربع كاس. اللي ما كيبغيش الحلاوه ديري كاس فقط. وغنضيفو هنا كاس ونص ديال الزيت. لا ما كتبغيش الحلاوه مجهده كما قلت لك ديري كاس واحد تاع السنيده. انا درت كاس وفيت ربع واحد شويه. درت كاس ونص تاع الزيت، وكتجي كدوب في الفم البنات. كنمزجو العناصر كلهم هكا باليد ديالنا، خلطوهم مزيان. هذا هو المكون اللي كيعطيها واحد النكهه. يا سلام، زدنا فيها النكهه ديال الخوخ. درت نص معلقه صغيره وعاود بانت ليا قليله وزدت نص معلقه. المهم في المجموع معلقه صغيره عمروها مزيان، معلقه صغيره في هاد المكونات عمروها مزيان ديال النكهه تاع الخوخ. او ديري ديال الليمون، انا كتعجبني النكهه ديال الخوخ. خلطنا العناصر كلهم مزيان. غنضيفو عليهم نص رابعه ديال السميده ديال الحلوى، 125 غرام، نص رابعه. اولا كاس ديال العنبه عمريه مزيان بالسميده، راه هو هذاك نص رابعه. غنضيفو كيس ونص ديال خميرات الحلويات، كيس ونص صافي. اللي بغات تضاعف المقادير بغاتها تجي كتيره غدوبلي المقادير، او غادي تجيك تخرج لك كميه كتيره. هذه تبارك الله راه دابا تشوفوا شحال خرجت، راه خرجت كميه زوينه. اللي بغى يحضرها يوم العيد راه كتجي رائعه وسهله في التحضير. درنا كيس ونص ديال خميرات الحلويات، غنخلطو تنمزجو العناصر مزيان ان شاء الله. عاد نضيفو الكوك ديالنا، كنجمعوها بالكوك. كنديرو 125 غرام ديال السميده الرقيقه وكنلموها بالكوك صافي، ما فيها لا دقيق لا والو، راه كتجي كدوب في الفم. الكوك البنات من نوعيه جيده، الكوك سبيسيال، ما ديروش ليها الكوك عادي، ديري باش كتجي فيه هي زوينه بزاف. هاد النوعيه ديال الكوك اللي خدمت بها انا الميدم، النوعيه الماركه المزيان، الكوك سبيسيال. صافي غنجمعوا الخليط ديالنا كله. غنزيد مازال الكوك، ما كيبان ليا باقا مطلوقه. بقيت كنزيدها الكوك حتى حصلت على هاد القوام هكا. ما تكونش البنات مطلوقه، راه الا درتوها مطلوقه غاديه تنشر لكم في الفران، غاديه تسرح تولي رقيقه، غاديه تطلق بزاف. وديروا درتو هاد القوام راه ما كتطلق ما والو، كتسرح في الطاوه الا كانت الخليط داير مطلوق رطب بزاف. ديروا هاد القوام هكا. كنزيدوا الكوك حتى كنحصلوا على القوام بحال هكا صافي. غندوزو نديرو السكر كلاصي. هنا درت 300 غرام ديال السكر كلاصي، غنزيد فيها 2 معلقات ديال النشا، معالق كبار، 2 معلقات كبار تقريبا. جبت نص كيلو تقريبا، خويت قياس 300 غرام ديال السكر كلاصي وكنغربلوها البنات، دوزوه بالغربال. والسكر كلاصي سبيسيال، ما ديروش السكر العادي. شتو معلقه عمرتها مزيان والمعلقه الثانيه ما عمرتش مزيان ديال النشا. بعد ما زدناهم هاد الطريقه ديال النشا البنات راه هي اللي كتخلي لك السكر كلاصي يبقى شاد لك على الحلوى، على الغريبه ديالك، وكتجي الغريبه رائعه. الشكل ديالها كيجي مميز.
درت عليها السلوفان حتى وجدت غير السكر كلاصي صافي، ودزت باش نخدمها. خلطنا السكر كلاصي معاه النشا تتخلط مزيان. عاد جبنا هنايا المزهر، اي ماء زهر خدمي به، انا خدمت بهذا النوع، تخدمي باي ماء زهر كان تخدمي به. صافي غادي غير نمسو. بعد ما كورنا هكايا الغريبه ديالنا كنهزو كنكوروها بين يدينا، كنمس يدي بالماء الزهر، ماشي كنغطس الغريبه ديالي في المزهر، لا، تنمس غير بالاصابع ديالي وكنمرر فوق منه الغريبه ديالي بهذه الطريقه هذه. صافي الا درتيه طلقتي الغريبه وسط الماء زهر كتشرب ديك السكر كلاصي، ما كيبقاش باين فيها، ما كيبقاش يبان فيها السكر كلاصي. كنكور واحد الغريبه وندوزها في الماء الزهر ونقيس في الطبسيل، ديري واحد الطبسيل كبير، اي اناء ديريه وقيسي فيه الكويرات وغطيهم بالسكر كلاصي. والحجم يمكن لكم نتوما تحكموا فيه، ديروه كبيره او ديروها صغيره، اللي يعجبكم الاختيار ليكم. انا هاد الحجم اللي كيعجبني. بحال هكا كنهز شويه ديال الماء الزهر ونديرو في يدي وندور فيه ديك الغريبه ديالي. صافي ما تكتروش بزاف، كما شفتوا مسيتو بالاصابع ديالي. كنحط في داك السكر كلاصي اللي انا مخلطه معاه النشا، وكندير المعلقه نغطي بها ديك الغريبه اللي حطيتها، كنغطيها حتى نديري 10 د الحبات على حساب الاناء اللي درتي. الا درتي شي طبسيل كبير راه غيهز لك حتى 10 د الحبات باش تصيبي كيفاش تغطيهم. ما تحطيهمش عريانين ينشفوا، خاصك تغطيهم بالسكر كلاصي هكا. هذه هي الطريقه البنات، نتمنى تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف. بحال هكا بعد كنديرو دوك 10 د الحبات او 6، كنهزو الحبه من وسط السكر كلاصي وكنمروها في يدينا وكنهزو السكر كلاصي ونزيدوه عليها. راه حتى البنات داك السكر كلاصي هو اللي كيعطيها الديكور، ملي كتشقق كتجي مديكوريا. وإلا ما كترتوش غنوريكم واحد شويه بصبعنا هكا ونحط في الطاوه. غنهزو تاني وحده اخرى، ها هما راه كلشي انا كندرقهم من السكر كلاصي هكا، وندور في يدي الغريبه ونعاود نزيد السكر. راه هاد الطريقه هي الصحيحه باش تجيك الغريبه ديالك فيها داك الديكور زوين. لا المعلكه ولا هاد الغريبه ديال السميده والكوك ولا اي غريبه اللي فيها السكر كلاصي، راه هذه هي الطريقه الصحيحه باش تجيك زوينه بزاف. صافي غنمشي بهاد الطريقه حتى نكمل ونديها للفرن ان شاء الله نطيبوها ونرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم. غنمشي بهاد الطريقه تنكمل كلشي بنفس الطريقه، عاد نرجع معكم ان شاء الله. راه كتجي زوينه بزاف البنات، كتجي رائعه. بعد ما طابت شفتوا الطريقه ديالها، نديروها في واحد الطبسيل هكا وتشوفوا شكلها النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنقدموها هكا في العيد او لو جاو عندنا ضيوف، وراه كتجي رائعه البنات. كنعاود نقولها لكم حيت انا مأكده منها، كتجي لذيذه بزاف وكتجي زوينه والشكل ديالها غزاله البنات. نتمنى تجربوها وقولوا لي الراي ديالكم. ولا عجبتكم الغريبه ديالي ديال السميده والكوك ما تنسونيش كثروا لي من اللايكات وشجعوا اختكم باش ان شاء الله نزيد نوريكم حويجات اخرين ان شاء الله. وراه كتجي كدوب في الفم هاد الحلوه، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى غير تجربوها، وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحيحه والسلامه وطول العمر. وحتى لهنا البنات كنقول لكم سالا الفيديو ديالنا، خليتكم على خير في امان الله، ومع السلامه الى فيديو اخر باذن الله.